البنت بقت عادي كده. يعني بنت بتقول للواحد زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. انا مش عارف يعني الوم على المسلسلات التركي ولا الوم على الانترنت ولا المفروض ان انا الوم على مين. خليني اقول لكم رساله بعتها لي الشاب دي، بيقول لي فيها ان هو لسه من فتره قريبه متعرف على بنته وقرروا ان هما الاتنين ينزلوا، ودي كانت اول مره يتقابلوا مع بعض. بعد ما خلصوا خروجتهم عادي جدا زي اي اتنين خارجين، وهم راجعين في المواصلات العامه البنت قربت منه وراحت حاضنه دراعه. هو استغرب ده لان هو مش متعود على ده، بس هو قال ان ممكن يكون زي حنان او حاجه لطيفه منها او حاجه زي كده. بعد كده قرر ان هو لا، الموضوع ده مش هينفع معاه، وقرر ان هو مش عاجبه الوضع. وفي نفس الوقت لما قرر ده، قرر لانها كانت لسه خارجه من علاقه مع شخص قبله، فطبعا الشك لعب في دماغه وقال لك ممكن يكون زي ما عملت معايا عملت مع اللي قبلي اكتر مني. فقرر ان هو يبعد عنها. الموضوع وقف لحد هنا؟ لا. قالت له لا، انا مش هينفع نسيب بعض، تعالى لي انزل اخرج، ودي اخر خروجه. وساعتها قرر انت عايز تعمل ايه. طبعا الشاب وافق وقال لها خلاص مفيش مشكله، لإلحاحها عليه ان هو لازم يشوفها. نزل عادي جدا، واول ما شافها راحت مقربه عليه بسرعه ومسكت ايديه وقالت له زوجتك نفسي على سنه الله ورسوله، وراحت بايسه الولد من خده. يعني حاجه في منتهى الرومانسيه، يعني تركي تركي. وطبعا الواد ما قدرش يمسك نفسه وراح بايسها على الخد التاني. الله، يعني حاجه مبهجه الصراحه. وراحت قالت له انا عايزاك تعاملني كأن انا مراتك وانت جوزي. انا متوقعتش منها ان هي تطلب اكتر من كده، بس هي طلبت. وطبعا حصل تجاوزات بس ما يعني بسيطة. المهم انا الصراحة قلت لها لا انا مش عايز اعمل كده، عشان خاطر طبعا انا خايف على يعني على سمعتك. كتر خيره والله، يعني الولد ممتاز الصراحة، بيحافظ على سمعتها عشان بنته وبتاع. فطبعا هي اتضايقت من ده، وهو قرر لا خلاص بقى ايه، احنا كل واحد مننا يروح لحاله، وقرر يوقف الموضوع ده خالص. بس هو بقى ايه، يعني بيدور في دماغه حاجتين. الحاجتين دول ايه؟ ان زي ما عملت مع اللي قبله ان هي هتعمل معاه ممكن وهتعمل معاه، ما تنفعش ان هي تكون مراته. وفي نفس الوقت خايف يكون ظالمها يا عيني، وتكون دي تنفع تكون زوجة ليه، وهي بتعمل ده عشان خاطر هي بتحبه كده. فطبعا هو مش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي. يعني انا هرد كلمتين سريعا كده بس، وهقول لك بمنتهى الامانه والصراحه اتغطى كويس. بس يعني وانت نايم كده ظبط الغطا بتاعك وروشه، عشان خاطر ايه اللي انت فيه ده بلح بلح. وطبعا هسيب الاختيار ليكوا وانتوا قولوا له بقى زي ما انتوا عايزين، بس طبعا من غير تجريح، عشان خاطر انا ما بحبش ان حد يغلط في حد. قول رايك بمنتهى الوضوح عادي وبمنتهى الشياكه. وطبعا اللي اول مره يتفرج عليا ما ينساش يتابعني، ولو الفيديو عجب حضرتك يا ريت تشيره لزميلك كلنا عشان خاطر يبقى عندنا الرأي في الكومنتات. واشوفكم في موضوع تاني، وشكرا والسلام عليكم.